يعني صلاة الفجر امتحان، ولا ود الناس ان صلاة الفجر الساعة 7 علشان يقومون يصلون ويداومون. لا، صلاة الفجر الساعة 5. فيظهر هنا المؤمن يقوم 5، والمنافق لا، يقعد للساعة 7 ويقوم. ليش يقوم؟ يقوم للدوام، بدليل انه يوم الخميس والجمعة يقوم الساعة 12. فقيامة 7 ما هي لله، قيامة 7 عشان الدوام، وعلى هامش الدوام صقع على ركعتين ومشى. وفين يصقعك؟ عند الباب، عند الغرفة، يقول تلك صلاة المنافق، يقعد يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فصلاة الفجر ذي عنوان الإيمان، دليل الإيمان. لا تسأل أحد هل أنت مؤمن أو منافق، اسأل نفسك عن صلاة الفجر. فإن كنت من أهلها وبانتظام فاعلم أنك مؤمن، وليس بينك وبين الجنة إلا أن تموت. هنيئا لك. وللأسف الشديد فقد أضاع كثير من الناس هذه الفريضة العظيمة، وتجد أن أقل عدد في المصلين في جميع مساجد الدنيا في صلاة الفجر. من يحضرها؟ أصحاب الإيمان الأصلي. أما التقليد هذا لا، يصلي الظهر يصلي العصر، بس إذا جت الفجر يبنشر ما يقوم يصلي. إيش فيك؟ قال والله يا شيخ ودي أصلي الفجر لكن ماني قادر، والله إني أحط الساعة وإن المرأة تقومني لكن ما أقدر. طبعا ما يقدر. ليه؟ هنا الماطور حقه مبنشر خربان نفاق. والله لو عنده إيمان يقوم. لو قيل لهذا الذي يقول أنا ما أقدر، مرة حاولت سويت ما أقدر، لو قيل له من صلى الفجر في جماعة فله 1000 ريال، يصلي ولا ما يصلي؟ ها ايش رايكم؟ والله ما يغمضها طول الليل، إنه يقعد يتقلب لين يجي الأول حتى عشان يستلم الأول. ما هو 1000 ريال، لو 100 ريال. لو صدر أمر الآن أنه لوحظ أن بعض الناس يتخلف عن صلاة الفجر، فقد تقرر صرف مكافأة يومية لمن صلى الفجر أو صلى جميع الصلوات، كل صلاة عليها 100 ريال. ايش رايكم؟ لا إله إلا الله. كبير أو صغير، رجل أو امرأة، شوفهم والله يجونك مثل ما شاء الله. وخاصة الشيبان الله يوفقهم، بيجي من بعد العشاء ومخدته معه يرقد في الصف الأول. ايش بك جيت الحين؟ قال والله ما يجيني النوم الا هنا، ابغى استلم مع الاول 100 ريال. لكن لما يسمع الاجر بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه. من مشى في ظلمه الليل الى المساجد لقي الله بنور ساطع يوم القيامه. من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله حتى يمسي. ذمة الله يعني في عهد الله وأمانه. ما تشتري ذمة ربك بركعتين تصليها وتعود ترقد.